ياستروب المدرب الدنماركي الجديد للنادي الاهلي، اللي قاد اول لقاء ليه بالامس امام ايجار نوار البولندي، ونجح النادي الاهلي ان هو يفوز بنتيجه 1-0، وكان ممكن الاهلي يفوز اكتر من كده. لكن مشكله النادي الاهلي يا جماعه في انهاء الفرص. الاهلي عايز مهاجم بقيمه وسام ابو علي، وده مش موجود دلوقتي. مع احترامي الشديد لمحمد شريف دلوقتي، الاهلي عايز مهاجم يخلص انصاف الفرص اللي بتضيع دي، زي ما شفنا امبارح في المباراه، فرص بالجمله. لكن انا طبعا عايز في ملاحظاتي على ياستروب، شخصيه يا جماعه، شخصيه قويه جدا، واقف على الخط بيكلم الحكم بيناوش وبتاع، شخصيه قويه جدا. وده اللي كان ناقص لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي دي والنجوم الموجوده دي عايزه مدرب ذو شخصيه قويه. وشفنا طبعا من اهم اساليب لعبه في المباراه الاستحواذ. ما بيلعبش، مش بيستحوذ يفضل من اليمين للشمال ويغير ملعب على الفاضي، لا، استحواذ ويلعب لعب مباشر على طول على المرمى. ما بنشوفش الاهلي بيطول بالكرة كتير، ما بنشوفش تنويع وبساط بالعرض كتير وبساط لورا كتير، ما شفناش الكلام ده. وشفنا طبعا الظاهرين طايرين، محمد هاني وكوكا بيتقدم، اداله تعليمات ان هو يتقدم وعنده الظاهرين بيكونوا طايرين. وانا بشوف ان لو كان موجود علي معلول او كان موجود باك شمال غير كوكا، كان فرق جدا جدا في جبهه تريزيجيه وجبهه بن شرقي الجبهه الشمال. هو طبعا بدا التشكيل، هذكر حضراتكم مره ثانيه بتشكيل النادي الاهلي امبارح: محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، ياسين مرعي، محمد هاني، كوكا، مروان عطيه، بن رمضان، تريزيجيه، زيزو، بن شرقي، محمد شريف. مفيش طبعا تغييرات كتير في التشكيل عن المباراه الاخيره اللي كان بيقودها كابتن عماد النحاس. لكن يستروب بدايه قويه جدا، اختبار ليه. انا مش هنا مش بقيمه، مش بحد، مش بقول اللي هو مدرب عمل، لا، لسه مش هقيمه من اول مباراه، لسه المنافس مش اللي هو. لكن في بوادر بتقول ان يستروب لا، شخصيه قويه، راجل ما بينوعش، راجل ما بيفتيش كتير، ما بيهتيش كتير، مش زي ريبيرو مثلا. كان ريبيرو تحضير كتير، تحضير كتير ولعب فردي كتير، لكن ده بيعتمد على اللعب الجماعي زي ما شفنا في المباراه امبارح. شفنا النادي الاهلي بيلعب اكتر على اللعب المباشر، اللعب الاجريسيف على المرمى، بيخترق من العمق. وزي ما شفنا طبعا، بقول لحضراتكم الظاهرين طايرين زي ما شفنا في الجون. محمد هاني الجون جه من ران صديقه، ومحمد هاني كان طاير في الجون اما جه. لكن برضه بصراحه في اكتر من عنصر ظهر بشكل كويس في الفرقه، معظم الفرقه كانت كويسه. وعجبني النادي الاهلي امبارح يا جماعه، وده ما كانش موجود من بدايه النادي الاهلي للدوري او بدايه الاهلي الموسم الجديد ده. ان النادي الاهلي كانت لما الكوره كانت تتقطع في بطء من اللعيبه، في زي ما بتقول اجهاد شديد من اللعيبه. لكن امبارح وخاصه الشوط الاول، النادي الاهلي كان الكوره تتقطع كان يجيبها